في سنة 85 كوكاكولا قررت إن هي تكون أذكى من عملائها، ولكن للأسف القرار ده كان أسوأ قرار خدته في تاريخها كله. تعالى بقى نعرف القصة وتعالى نعرف الحكمة. طبعا كلنا كنا عارفين الحرب الشرسه اللي ما بين كوكولا وبيبسي، وبيبسي يمكن في الوقت دوت كانت هي اللي كسبانه الحرب شويه بسبب طعمها. فهنا كوكولا بدات تعمل ايه؟ قالت لك تعالى انا اغير الطعم وهبدا انزل بمنتج جديد وسميته نيو كوكولا. وكانت المفاجاه هنا ان بعض العملاء لما ذاقوا الطعم الجديد بتاع نيو كوكولا ما عجبهمش الطعم خالص، فبدات بعض العملاء تبعت للشركه تقول لهم رجعوا لنا بعد اذنكم الطعم القديم لان هو كان احسن. على الرغم ان الناس كانت متحمسه جدا للطعم الجديد لما اعلنوا عنه. وهنا يا صديقي بعد 79 يوم قررت كوكاكولا توقف الطعم الجديد وترجع تاني للطعم القديم ونزلته باسم كوكاكولا كلاسيك. وهنا الدرس اللي بنتعلمه في الجزئيه ديت، وهي ان العميل مش مرتبط بس بالمنتج، لا هو مرتبط عاطفيا ونفسيا بالطعم اللي كان موجود قبل كده اللي كانت عليه كوكاكولا. وهنا عايز اقول لك قبل ما تغير منتجك او تعمل فيه اي تطوير، اسال نفسك هل الناس مرتبطه بالمنتج ولا الناس مرتبطه عاطفيا بالمنتج، لان ده هيفرق. ودي كده كانت حكايه من حكاياتي مع المساوئاتي.